اون سوشيال مع حسام جميل دلوقتي على 93.7 هو سبورت اف ام، صوت الرياضة في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الفل واهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اون سوشيال على اون سبورت اف ام. معاكم حسام جميل، وعندنا احداث كتير النهاردة هنتكلم عليها في السوشيال ميديا، والترند المزدحم بصراحة في احداث كتير قوي. وقبل ما نبتدي اي حاجة، طبعا دعواتنا وقلوبنا مع اخواتنا في فلسطين وغزة. الاحداث الاسبوع ده كانت كتير ومتصارعة، وفي احداث كتير قوي كانت الناس محتاجة ان هي تعبر عنها وتتكلم عنها. وكان كمان الظروف والكورة ادتنا ماتشات كتير قوي، ادتنا ان في الترند في اكتر من مباراة. كان في تشامبيونز ليج، كان في حتى عودة كاس مصر اللي هو من سنتين، الحمد لله هو اتلعب قبل النهائي، والنهائي ان شاء الله في مارس 2024. يعني حاجات كتير جدا. قبل ما نتكلم طبعا في الترند واللي حصل، مستنيين ارائكم على الفان بيج بتاعتنا اون سبورت اف ام، وحساباتنا على تويتر وانستجرام وتيك توك، ومستنيين ارائكم على الواتساب 012 4 5916. اول حاجة عندنا الحدث الرئيسي اللي هنتكلم عليه النهاردة. من فترة ومن وقت طويل ومن زمن، عشان نكونوا من سنين مش قليلة، عمر ما كانت العلاقة بين الاهلي والزمالك زي المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي، وحتى على مستوى الجماهيري وعلى مستوى النقاش ما بين الجمهور. يعني ايه النقاش اللي هو السوشيال ميديا، الناس بتقعد تتكلم، بتقابل بعض، تحس ان كل واحد بقى مهموم ومشغول بفريقه وبيحب فريقه ومركز مع فريقه اكتر ما هو مركز مع المنافس والاحداث اللي بتحصل عنده باستمرار. فده مؤشر حلو جدا. حتى الخطاب اللي هو كان فيه ممكن تعصب احنا مش شايفينه خالص. يعني نحس ان الناس دلوقتي خايفة على مشاعر الناس طول الوقت، كل الناس بتتكلم في صالح العام والاتجاه العام، ودي حاجة حلوة جدا. المجالس الادارات موجودة، سواء نادي الاهلي او نادي الزمالك. كان في طبعا النادي الاهلي بارك على انتخاب مجلس الكابتن حسين لبيب ووجوده، وشفنا لفتة قد ايه حلوة جدا ان في بيان من النادي الزمالك في موضوع تعب عمرو فاروق نائب رئيس نادي الاهلي، واللي بنتمنى له يا رب الشفاء العاجل. الحالة دي كانت بعيدة، ما كانت في ناس بتتعب وفي ناس بيتوفاها ربنا، وفي ناس بيحصل لها كتير ما كناش بنشوف لا بيانات ولا كلام، لكن الاحداث والجمهور اختلف. المدرجات، جماهير الزمالك كانت مركزة مع فريقها وقدرت تعدي معاه في قبل نهائي كاس في ماتش ماراثوني هنتكلم عليه. وجماهير الاهلي كان عندها ماتشين مهمين جدا في الدوري بعد العودة والخروج من بطولة السوبر ليج الافريقي، وقدر ان الاهلي يستعين توازنه ويكسب الماتشين. فالاحداث واخدانا لمرحلة حلوة جدا 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 ما بين الجمهورين، نتمنى انها تستمر ومحدش يعكرها ده طبعا. وكمان الصفقات والتنافس الرياضي اعتقد هياخد شكل تاني خالص، وممكن يساهم ان الكرة المصرية تطلع لقدام، لان الهدوء هيخلينا عندنا افكار كويسة نطلع بيها لقدام خلال المرحلة الجاية. ده كان كلامنا عن الحدث الرئيسي. الترند، كان عندنا الاسبوع ده ماتش عالمي من طراز اوروبي، ماتش للتاريخ، ورسم لوحة وفرحة فنية لكل اللي بيتفرج. يعني اللي بيتفرج انبسط، اللي بيشجع انبسط، اللي بيحب الكورة انبسط، كل الناس جالها حالة انبساط من اللي احنا شفناه. لكن قبل ما نتنقل لمرحلة المباراة، هو مرحلة الجدال. ايه هي مرحلة الجدال؟ الماتش طبعا في بيانات وفي كلام بيراميدز عمله النهارده، كل ده هنتكلم عليه. لكن انا عايز اتكلم عن نادي الزمالك. مفيش حد بيعلى وياخد المرحلة بنظام واستمرارية واستقرار غير الراجل اللي عنده قيم ومبادئ
ونظام صارم زي ما بيقولوا محدش بيتخطاه. اي مؤسسة ناجحة بتمشي بكده، وده اللي شفناه في الزمالك. واللي حصل في معسكر الزمالك مش مجرد انه حاجة واتنشرت في الاعلام والناس قعدوا يشوفوا لا بص وبص وردود. حتى انا الناس لما شفت اختلافها مع امبارح في مؤتمر فيتوريا مع فيتوريا، انه بيقول اصل النادي لسه ما وقعش لكن اللعيبه عملت واللعيبه سوت، وهو بيقول ان دي لعيبه مهمه ولازم ما نسيبش اللعيبه الكويسه تقع بسهوله. ما هو حلو ان انت ما تسيبش اللاعب يقع بسهوله، لكن هو اللاعب لازم يحافظ على نفسه. في جمله دايما الناس حتى بتاخدها كإفيه وهي جمله صح جدا، المنتاليتي. فالعقليه بتاع اللاعب والسيكولوجية وضميره وتعبه وحبه لفريقه لازم هو، والتضحية طبعا لازم يكونوا هم مبرر اساسي عشان تنجح. مفيش لاعب هيدي للتيشيرت وهيتعب وهيموت نفسه الجمهور مش هيحبه وهيلتزم، لان الالتزام جزء كبير قوي من الكورة. عمرك ما هتلاقي لعيب كبير قوي مش ملتزم، لا الالتزام عنصر اساسي في الكورة. ما بيعجبنيش بقى اللي حصل على السوشيال ميديا كمان الاسبوع ده، ان مثلا يطلع اقاويل على ناس ونبدأ نتهمهم اتهامات كتير قوي. عندك حاجة وحاجة موثقة وعندك حاجة صح اطلع قولها وقول ادي المستند بتاع. غير كده الكلام اللي هو المرسل ده عشان الناس دي دلوقتي حواليها مشاكل، ده حاجة مش حلوة وعمرها ما هتكون حلوة. فده كلمتين كنا عايزين نقولهم. والزمالك هو ليه مطلق الحرية انه دلوقتي في 3 لعيبة عندهم او بيقولوا في اسماء تانية، انه يحلل الموضوع من وجهة نظره ويشوف ازاي الفريق ده يبقى ماشي بخط انضباطي صارم يقدر يرجع البطولات للفريق. ده موضوع الزمالك. انا بقى عايز اتكلم عن المباراة ممتعة مثيرة رهيبة، فيها كل اشكال الكورة، اجوان تحديات. شفنا قد ايه اللعيبه في الملعب يعني في هجمات كتير ضاعت. بيراميدز بادر، الزمالك اتعادل، بيراميدز تاني، الزمالك اتعادل. وشفنا الفريق نفسه بتاع الزمالك، انك انت لما حطيت كل لاعب في مكانه في كوره اتلعبت في الملعب. هو الاسبوع اللي فات لما اتكلمت قلت يا جماعه انا لما بمسك التشكيل انا مش عارف مين النهارده هيلعب فين، لكن انت شفت اوباما لما لعب ادى، شيكا، زيزو، حتى التغييرات، سامسون اهو الرجل الذي عاد من بعيد. يعني انا عاجبني حتى الافيهات اللي اتقالت على سامسون، على فكره حاجه جميل يعني، حاجه مش وحشه في حقه يعني بمعنى صح. لا ده الراجل كانت الناس على السوشيال ميديا راجل عاد من بعيد وبتاع، والاجواء كانت حلوه. وماتش فعلا من افضل مباريات الكره المصريه اللي شفناها المرحله الاخيره. مصطفى فتحي اتمنى انه يستمر ويحافظ على مستواه، وكله بيضيع والضربات الجزاء عادي الاساطير كلها ضيعت فمحدش ما بيضيعش. فاحنا شفنا مباراة في قبل نهائي كاس مصر تليق بالفريقين وتليق بفريق بجد قدم كرة حلوة وهو نادي الزمالك، وقدر يكسب ونقول له مبروك. وفريق قدم كرة حلوة وممتعة وقدم مباراة كبيرة جدا هو فريق بيراميدز، بنقول له هارد لك وان شاء الله اللي جاي افضل. بعد الفاصل هنرجع نكمل كلامنا عن الترند المصري، وهيبقى الموضوع عن النادي الاهلي. بعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا. انتوا لسه بتسمعوا اون سوشيال مع حسام جميل على 93.7 اون سبورت اف ام، صوت الرياضة في مصر. لسه مكملين كلامنا معاكم، وجينا دلوقتي تاني حاجة معانا في الترند المصري وهو النادي الاهلي. النادي الاهلي كان عنده مباراتين الاسبوع ده في الدوري المصري، وهي مباراتين بعد الخروج من بطولة السوبر ليج الافريقي، واللي الاهلي ما قدرش يتأهل للنهائي بعد التعادل هنا في ارضه مع صن داونز 0-0. الناس كانت مستنية تشوف الامور هتمشي ازاي في مباراتين مهمين بالنسبة لناس كتير. الاهلي عنده ماتش كمان بكرة مع الجونة، لكن نتكلم في حاجات تانية. اول حاجة بعد المباريات بنتكلم على موديست قدم بوادر طيبة انه لاعب عنده لمسة، لكن المهاجم عمرك ما هتحكم عليه من لمسات. المهاجم يعني اهداف،
يعني بيقولوا الكابتن لطيف بيقول الكوره جوان. هو المهاجم هو اللي بيترجم الفرص وكل اللي بيتلعب لاهداف. فوجود موديست كراجل مهاجم هو مهمته الاهداف، وهو واخد مبلغ بالنسبه لنا احنا هنا في مصر مش قليل. فالناس لما بتقعد تتكلم انتوا جايبين موديست، الاهلي جايب موديست، الناس اللي رشحت موديست والناس اللي رشحت مش عارف مين، هو وظيفة المهاجم انه يحرز اهداف، دي حاجة لازم تخلص. فموديست حتى الان هو واضح انه مش واقف بدنيا. هروح لابعد من كده، انا شايفه مش متأقلم. يعني حتى لقطاته كده في التدريب اللي هو في التتش مش في الاحماءات، مش حاسه مندمج مع المجموعة كده. يعني انا مش حاسه لاعب كده في قلب. هل التغيير ان انت من اوروبا اللي تيجي هنا وارد، بس ما في لعيبة عملت كده وقادرة تتأقلم، لكن هو بعيد. والحكم مش من ماتشين ولا من 3، انت بتلعب من اول الموسم هدف. فالموضوع بعيد قوي بالنسبة لموديست. شفنا ان بدأ كولر يستمع انه لازم يبقى في مداورة في الحراس، لازم يبقى الناس تشوف حارس غير الشناوي، لازم الشناوي يستريح شوية. وكمان الكلام كان في المطلق على علي معلول. شفنا مصطفى شوبير وقد ايه عمل مباراة ممتازة. يعني هو الحاجات اللي جات له هو تعمل فيها، وضربة الجزاء عادي يعني بتحصل لكن هو كحارس لا، هو مصطفى تكنيك شوية مش موجود عندنا، اللي هو اللعب بالرجل. يعني انه طبعا ستايل جسمه واضح انه واخد مدارس اوروبية ومركز جدا في طريقته، لكن ردة الفعل برجله دي عندنا في مصر مش بنفس الامكانيات اللي موجودة للامانة عند مصطفى شوبير. يعني ان الكرة تجيله هو واخد قرار هيوديها فين. فاعتقادي الاهلي لو هيبني تشكيل مستقبليا طبعا في مصطفى للعيبة بتباصي صح لغاية ما توصل الكرة لقدام، لا الاهلي هيقدر يعمل كده. شفنا كريم الدبيس والناس بتقول يا جماعة علي معلول لازم يرتاح. ايوه علي معلول لازم يرتاح. علي معلول في ماتش ما اعرفش الناس تفتكره ولا لا، كان في كاس العالم 2022 الاخير تونس وفرنسا. علي معلول في اخر الوقت تحس انه يعني مش قادر يا عيني. كان الماتش صعب جدا طبعا، مش بنقارن بس بنقول انه واضح انه من زمان مستنزف. واضح انه برضو السن له احكامه، مش انه كبر بقى وبنقول لا. انا مش بقول كده، انا بقول ان السن له احكامه. انه مثلا لو بيلعب 40 ماتش يلعب ال30، لو بيلعب 30 يلعب ال25. طول ما انت اللعيب بيكبر بتقلله ماتشاته، عشان في الماتشات البيك الماتشات الكبيرة بتلاقيه. وشفنا الديل ده مثلا اتعامل ما بين زيدان ورونالدو في وقت من الاوقات. وصل ريال مدريد لفين، وصل زيدان لفين، وصل رونالدو لفين. فده اتجاه حاجة مش هنغفلها، لا هو علم والناس ماشية بيه وماشية بيه صح جدا. فانا شايف ان دي حاجة ممتازة. الاهلي كسب ماتشين. الماتش الاول قدر انه يكسب 2-1. محمد طاهر حافظ ملعب طبعا المقاولين العرب وقدر يجيب اهداف. والماتش التاني سيراميكا كليوباترا اللي كان اصعب شوية. ونقف هنا عند موضوع القندوسي. القندوسي يا جماعة لعيب جاي من الجزائر، لعيب رائع. لعيب عنده لمسة، بيقدر يتحرك مع الكورة، بيقدر يتحرك في الملعب، بيقدر يشوط. هو صفقة ممتازة. الرؤى الفنية بقى تختلف، ان كولر عايزه او مش عايزه دي بتاعته، لكن مش كل حاجة اصل بص لجنة كذا، اصل اللي حصل كذا، اصله ازاي نفرط فيه. ما هو كولر لو شايفه مفيد مش هيسيبه. مروان عطية انا شايف من ساعة موضوع والده وهو متأثر جدا. واضح انه في حالة هو مش في افضل حالاته، لكن هو لازم يسمع ان الحياة مراحل، وهو لازم يتخطى المرحلة الصعبة اللي هو وقع، يعني اللي هو حصلت له فيها المشاكل، ويرجع تاني. لانه مش ده مروان عطية اللي بدأ مع النادي الاهلي واللي الناس كانت حباه. فالموضوع بتاع مروان عطية ده لازم يعيد فيه هو النظر. وهو لعيب ممتاز محدش يقدر يختلف على كده. فده كان كلامنا عن النادي الاهلي، وكان على الترند المصري. بعد الفاصل عندنا حاجتين، الترند العالمي واللي حصل في تشامبيونز ليج دوري ابطال اوروبا، عندنا صح وغلط عن مدير الفني لنادي الزمالك. هنقول لكم كلام اول مره تسمعوا. بعد الفاصل نرجع نكمل. انتوا لسه بتسمعوا اون سوشيال
مع حسام جميل على 93.7 اون سبورت اف ام، صوت الرياضة في مصر. لسه مكملين كلامنا معاكم وجينا دلوقتي للموضوع الترند العالمي، وهو عندنا حاجة فيه كانت عن دوري أبطال أوروبا وبالتحديد المجموعة السادسة مجموعة الموت. لغاية الجولة الثانية كل الصراع كان ما بين بروسيا دورتموند ونيوكاسل ميلان باريس. جت الجولة الثانية الناس قالت لك بس خلاص هي بوادر المجموعة دي يا جماعة كده خلصانة، باريس سان جيرمان هو اللي هياخد المجموعة لصالحه، بعد كده نيوكاسل وميلان هيروح الدوري الأوروبي وشكرا كده بروسيا دورتموند. النهاردة بروسيا دورتموند بيغلب نيوكاسل 2-0 وميلان بيكسب باريس سان جيرمان في ملحمة في سان سيرو بصراحة 2-1، وقدر ميلان انه يبقى 5 نقط وبروسيا يتصدر ب7 نقط وباريس سان جيرمان 6 نقط. نيوكاسل كان واضح انه اتأثر بماتش ارسنال، لكن نيوكاسل قال ايدي هاو في الماتشين الجايين هيقدر يركز ويكسب ويوصل للمرحلة الجاية في دوري ابطال اوروبا او على الاقل يروح الدوري الاوروبي، ده اللي هنشوفه. فده كان كلامنا على الترند العالمي وعلى موضوع دوري ابطال اوروبا. اخر ما حاجة معانا في الحلقة وهو صح وغلط. كل الناس بتتكلم في موضوع واحد النهاردة وهو موضوع مهم وموضوع فيه كلام كتير قوي، واحنا لازم نشوف ايه اللي في السوشيال ميديا صح نقولك هو صح وغلط نقولك هو غلط. في صح وغلط النهاردة ايه حكاية المدير الفني لنادي الزمالك؟ ببساطة انا من بقالي يومين 3 عمال اقرأ اسماء وبنروح نسأل، يعني روح نسألنا جروس قالوا لا مفيش جروس، طب في فايلر قالوا لا يعني ما اتكلمناش مع فايلر، طيب موسيماني. النهارده بقى من مثلا من الساعة 3-4 العصر كده مصر كلها او في ناس كتير قوي على السوشيال ميديا بتكتب ان موسيماني مجلس ادارة نادي الزمالك بيطمئن على صحته، اصل في ناس من نادي الزمالك مفيش الكلام ده يا جماعة. هو يعني انت لو هتجيب مدرب انت تقعد تتفاوض، اصل حالته الصحية بعد الاقالة اللي حصلت له. فموسيماني مش على رادار نادي الزمالك، لا هو مش حتى الان مفيش مفاوضات بينه وبين نادي الزمالك، وكل اللي بيتقال من كمدربين هو مجال للكلام. يعني هتقولي ان المدير الفني القادم نادي الزمالك مش من الاسماء المطروحة، هو في اسماء مطروحة لكن مش هي دي. الزمالك بيفكر في ناس تانية خالص، وبيفكر يعني الفكر الاكبر انه يجيب اسم ينسب لنادي الزمالك والمجلس ادارة نادي الزمالك واختيار لجنة الكورة حاليا او المشرفين على الكورة ان هم راحوا اختاروا وجابوا الراجل ده. اسم جديد وارد نشوف اسم جديد، اسماء من اللي قبل كده مطروحة لكن مش بالقوة او بالاكتر او بالتصويت الاكتر ان الناس عايزاها. يعني الكلام اللي احنا بنقراه على السوشيال ميديا النهارده هو كلام سوشيال ميديا فقط، والزمالك بيفكر انه يبني فريق، فعايز الراجل يجي من دلوقتي يقعد يبني الفريق، يحل المشاكل المادية، الغرامات، كل الحاجات دي. فالزمالك عايز يركز، لكن اللي احنا بنقراه ده لا هو مش صح للأمانة. واللي احنا بنشوفه ان كل شوية واحد يقولك ده في كذا جاي الزمالك، ده في كذا. الاسماء او ال3 اسماء الاكتر انتشار اللي هم موجودين دول مفيش ولا واحد منهم حتى الان الزمالك دخل فيه في مفاوضات انه يكون المدير الفني للفريق. خلصت حلقتنا وخلص كلامنا، وان شاء الله نلتقي الاسبوع القادم. تحياتي ليكم، كان معكم حسام جميل اون سوشيال على اون سبورت اف ام. مع السلامة.